اهتبلوا هذه الفرص السانحة عباد الله، وفرغوا من أوقاتكم في طاعة ذي الجلال والإكرام. فرغوا من أوقاتكم عباد الله لقراءة القرآن، فرغوا من أوقاتكم عباد الله لذكر الكبير المتعال، فرغوا من أوقاتكم عباد الله للصدقة والخير وعموم نفع المسلمين عباد الله، فإن هذا الذي ستجدونه إن شاء الله تعالى في موازين حسناتكم. فطوبى لمن شغل هذا الشهر بالخير العميم، يجعل أساس ذلك العمل الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا تضيعوا نهاره ولا تضيعوا لياليه عباد الله فيما لا طائل من ورائه، بل اهتبلوها فرصة سانحة لطاعة الرب سبحانه ولترك معصيته وللتخلي عن قبيح العادات. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد.